الأستاذ أبو أحمد قال نحن الله عز وجل اجتبانا وجعلنا نعم. مشركين، فالله عز وجل قد من عليكم بهذا الشيء. فبما أن عندكم علم من لدني، عندنا سؤال صغير لو سمحتم. تفضل. طيب أين الله؟ الله في كل مكان، لا يحويه مكان. هل هل يعني أن الله عز وجل في مكان نجس وحاشاه أن يكون كذلك؟ إحاطته بعلمه دلالة على وجوده، ليس وجوده وجودا ماديا. فكل طيب من جيد، يعني قال بأن الله وجوده ماديا نوجه السؤال له: إذا كان الله وجوده مادي فتنطبق عليه هذا السؤال، أما الذي لا يعتقد بأن الله وجوده ماديا فلا ينطبق عليه هذا السؤال. طيب يعني جميل. بين قوسين أصل علمه السؤال غلط. علمه ذاته محيط بكل شيء وهو داخل كل شيء، علمه أم ذاته؟ لا، الله سبحانه وتعالى علمه بالشيء وليس داخلا فيه. يعني علمه بالشيء نعم. صح؟ نعم، حواه. يعني وأين طيب ذاته أين؟ ذات الله نفسه، أنا أتكلم عن ذات، ما أتكلم عن الفضل عن الله. ذاته جالسة على العرش، ذو قوام أربعة، والقرآن الكريم جميل. يقول: ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية حتى يضع رجله في نار جهنم فتصيح قط. مم. هذا هو جيد. المعتقد. طيب هذا هو معتقده. نعم. طيب مولانا، يعني أنت الآن مجسم. اي نعم، وافتخر. مم. طيب قل أنا لست أهلا للحوار، بما أنك أنت مجتبى، قل أنا لست أهلا للحوار ولا يا تستهزئ. غير شكرا اعتقادكم انت، جزيلا. ليش تضوج من عقيدتك انت؟ لا لست أظن، لأنك أنت ما تخاف أن تقول ما هي عقيدتك، تخاف. ليش اخاف من يا رجل عقيدتي؟ ماذا؟ انا قلت ان الله في كل مكان لا يحيي مكان، يعني هذا مو جواب؟ لا ليس بجواب. إيش خلص. ما في كل مكان لا يحويه مكان؟ ما معنى خلص. في كل مكان لا يحويه مكان؟ خلص، علمه بالشيء يعني بالضرورة أن يكون، هي طيب طيب، هل ذاته بالضرورة أن بالشيء؟ يكون في جيد. المكان النجس. هل طيب هو أحسنت، مفتح حتى هل يكون في ذاته المكان بالشيء؟ النجس؟ أحسنت، هل ذاته بالشيء؟ شنو؟ هل ذاته بالشيء كما صفاته علمه عين بالشيء؟ ذاته. طيب هل ذاته بالشيء؟ صفاته عين ذاته. هل ذاته بالشيء؟ صفاته عين ذاته. ما تستطيع، لن تجيب ورب الكعبة. أجب نعم أو لا. المسألة صفاته بسيطة عين يا ذاته. أستاذ. هل ذاته بالشيء؟ صفاته عين ذاته. تقول عين ذاته، أي يعني أين، أي ذاته الله عز وجل بالشيء هذا نفسه، صح؟ سميع بذاته من دون واسطة، بصير بذاته من دون جارحة، إيه طيب، عليم بذاته من دون واسطة، أنت وهكذا. قلت صفته بالشيء، وأنت تقول صفاته عين ذاته، أي أن صفة الله عز وجل هي نفسها الذات، أي أن ذات الله عز وجل بالمخلوق. هذا صحيح أم خطأ؟ من الذي قال ذلك؟ بأي قرينة ممكن تثبت؟ أنت، أليست الصفات عين الذات؟ ممكن تثبت؟ أليس الصفات عين الذات؟ راح أعيد السؤال، ممكن تثبت؟ ما تستطيع ورب الكعبة، هذا أسلوب حقيقة ليس أسلوب محاور، أفهمت أنا؟ هذا أسلوب شخص حقيقة لا يرقى أن يكون محاورا فضلا أن يكون مجتبى. جيد. جيد، هذا اعتقادك جيد، جزاك الله خير، حياك الله. جيد. شكرا جزيلا لك. زين حياك. زين. أبا الليث عندي سؤال. إذا أبا كان الليث بخصوص الموضوع تفضل. بنفس موضوعك. جيد لكن. حينما قلت لأبو أحمد أين، هل تسأل عن المكان؟ إيه نعم، أسأل عن المكان. هل المكان مخلوق؟ لا يشترط، لأننا نقصد بالمكان أي الجهة. يعني المكان غير مخلوق عندك. إيه نعم، ليس من الذي بمخلوق. قال بأن المكان غير مخلوق؟ هل أنت فقط أم أهل العلم؟ جيد. هل الماهية مخلوقة؟ أنا سألتك عن المكان، أنت جيد جيد، قلت نقارن هل أين. الماهية مخلوقة. يعني يا أخي شيخ العزيز، يا شيخ يا بهدوء، شيخ، الله هل بهدوء. الماهية مخلوقة أم بهدوء لا، وما عزيزي، هي أنا مو الماهية شيخ. أصلا؟ أنا مو شيخ. لحظة عزيزي، أنا سألتك ما معنى أين، عن ماذا تسأل؟ فقلت أسأل عن المكان. فسألتك هل المكان مخلوق؟ أنت قلت لا.
هل قال بها أحد من أهل العلم بأن المكان ليس مخلوقا؟ هذا السؤال، ما نروح لغير مكان، واحدة واحدة. لأنك يجب أن تقيسه. فهل قال أحد بأن الماهية ليست مخلوقة؟ ما قال بها أحد، لأنك تقيس الشيء على اللغة. إذا أنا أرد عليك بنفس اللهجة طيب التي انتظر تكلمت يا بها شيخ، أبو انتظر أحمد. حتى أكمل كلامي أقول فضلا، لك لأن اليوم والله أنت. لن تستطيع، والله طيب لن تستطيع. ما يوجد إشكال، انتظر يا أبو يعقوب فضلا أكمل كلامي وبعدها أنت تفضل. أولا قلنا بأننا ننسخ بالشيء. الآن أتحداك أن تأتي بعالم واحد ولو من اللغة أن يقول الماهية ليست بمخلوقة. جيد، ستنسبها إلى أنها مخلوقة. حديثنا فكيف ليست عن اسمع يا الماهية. رجل، فقط أكمل كلامي. الله، أخانا الله العزيز، يهدينا قبل أن وإياك، تكمل، اسمع. ليش تتعب حالك؟ ليش تعب حالك؟ أنا دخلت معك في سؤال واحد، أنت تأخذني للماهية وتأخذني مدري وين. أنا ما لي علاقة بهذا الكلام، أنا إلي علاقة. أنت سألت أين، هل الأين قصدت بها المكان؟ فقلت نعم قصدت بها المكان. قلت لك هل المكان مخلوق؟ شرقت وغربت وذهبت وجئت وسألت عن الماهية والذات أنا ما لي علاقة بهذا الكلام. هل المكان مخلوق أو لا؟ إذا نعم، من الذي قال؟ وإذا لا، من الذي قال؟ حتى نكمل الموضوع. تفضل. طيب أتمنى أنك ما تقاطع، لأن حقيقة المقاطعة ليست من آداب الحوار. أولا نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأستاذ أبو يعقوب يسأل هل نحن نقول المكان مخلوق؟ أولا أنا ذكرت شيء في بادئ كلامي، قلت لا يشترط أن يكون المكان مخلوقا. وإن قلنا يشترط، فإذا يشترط كذلك أن نقول أن عفوا الماهية مخلوقة، لأن الماهية جاءت لغة مخلوقة. أساسا هي الماهية مخلوقة. فإذا قلت بالماهية مخلوقة فقد خالفت الشيعة إجماعا، وخالفت كل عقل يقبل بهذا أصلا، ولن تستطيع أن تقول بهذا، علما أن الماهية لغة هي مخلوقة. فكيف تنسب للماهية لله عز وجل ولا تقول بأنها مخلوقة؟ كذلك نحن نقول بأن المكان ليس بمخلوق، أي جهة، أي العلو لله عز وجل. ثم أنت، يعني أنا سألت سؤال للأستاذ أبو أحمد وما استطاع أن يجيب. قلت هل الماهية، عفوا، هل الذات هي في كل مكان؟ قال علمه في كل محيط بكل شيء، وعلمه بالشيء ليس داخل الشيء، علمه بالشيء. طيب هل ذاته بالشيء؟ ما استطاع أن يجيب ولن يجيب. فالآن يا أبو يعقوب، إما أنك تنسب لنفسك قولك بخلق الماهية، وهنا تكون ملحدا، تقول والعياذ بالله أن الله عز وجل مخلوق، وهذا ما جاء به أحد من قبل، ما قرر جاء به كلامك ولا حتى تجب المعتزلة. عن غيرك، قرر كلامك ولا تجب عن غيرك. ما أجبت عن غيري، أنا ألزم أو أبين لك ما ستلزم به. إذا فأتمنى لا الآن أن تقول لا تقول لي هل الماهية تستطيع مخلوقة أم وتستطيع لا؟ وكذا. أجب بإجابتك ولا تجب عن غيرك. تفضل. أجبت، قلت لا يشترط، وأقرنتها بالماهية. جيد جيد. بما أنك أجبت أخينا الكريم، إخواني الكرام، اللهم صل على محمد وعلى محمد. هل سمعتوني تكلمت عن الماهية؟ هل سمعتوني تكلمت عن الذات؟ هل سمعتوني قلت أين الله؟ هل سمعتوني هذا الكلام اللي قاله؟ هل سمعتوني قلت الأستاذ أبو أحمد أجاب كذا، بما أن الأستاذ أبو أحمد أجاب كذا فأنا أقول كذا؟ ما قلت هذا الكلام كله. أخونا العزيز، مضى كلامك مع الأستاذ أبو أحمد. أنت قلت أين الله؟ سألتك سؤالا، ماذا تقصد بالأين؟ قلت المكان. فسألتك مرة أخرى، قلت لك هل المكان مخلوق؟ قلت ليس بالضرورة. وهذا ليس بالضرورة ما قاله أحد من العلماء. كل علماء اللغة وعلماء التفسير، تفسير القرآن، قالوا بأن المكان مخلوق.
وأنت تقول ليس بالضرورة. وإن شئت جئنا لك بأقوال أهل العلم بكلامهم عن المكان. فسؤالك أخي الكريم خاطئ منذ البداية، لذلك الأستاذ أبو أحمد تماشى معك بالكلام وقال لك كذا وكذا. فلذلك أخينا الكريم لا يجوز أن تنسب للخالق احتياجه للمخلوق. هل فهمت الآن؟ المكان مخلوق، فلا يصح أن تقول أين الله الذي أين الأين يحتاج إلى الأين. هذا كلام ليس بعاقل. الكلام العاقل بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق المكان، فلا يصح أن تقول لله جهة أو مكان في العلو، في السماء السابعة، فوق العرش، يحمله كذا وهذا، وله ساق وله كذا وله كذا. هذا الكلام ما تكلمنا فيه، لكن من أجلك لأن أنت توسعت طيب بالحديث مولانا حبيبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله مولاي. أين سيارتي؟ فإنك تعرف سيارتك على الشارع واقفة على 4 إطارات. هل تستطيع أن تصل إليها؟ إن وصفتها لي نعم أصل إليها بالحال. إذن هنا صار أكو فائدة من جوابك لما قلت لي على الشارع وكذا، تقدر توصل للشارع، لكن أين الله؟ نعم. شلون أوصل له أنا؟ شو الفائدة أعرف مكانه وين؟ لا راح أقدر أوصل له ولا أمر عليه. المن عرفت بعد مكانه؟ أريد أنت يا حاج أسد. طيب أنت أبو طيب. الليث، إذا ليست ضرورة أن نعرف أن الله. أبو الليث تفضل يا حاج. أخونا العزيز، صبرا. أنت صبرا. أنا أريد أسألك سؤال أخوي. لو سألتك، أنا قلت لك تفضل ولم أقل فضلا لك يعني. فضلا اسمح لي أنا شوي، قلت لك تفضل. أي شكرا، فضلا منك. كيف هو الله؟ ممكن تقدر تجاوبنا على السؤال؟ طيب أجيب بإذن الله عز وجل، ما عندي إشكال. الكيفية مجهولة كما أخبر، لأنه لم يبين لنا هذا، أما العلو فقد بين لنا هذا. والواضح من كلام أنا سألتك سؤالا فقط أجبني. لا أنا شنو، أنا عندي فكرة معينة. يعني هل يصح لي أن أسألك كيف هو الله؟ سؤالي صح ولا غلط؟ هل الله عز وجل قد بين الكيفية؟ ما لي علاقة بغض النظر، أصل سؤالي أنا سؤال صح ولا غلط لما أقول إذا لك كان بين الله عز وجل الكيفية فيحق لك. يعني أصل السؤال بغض النظر أكو بيان لو ماكو بيان، هل يصح أصل السؤال كيف هو الله؟ يصح أصل السؤال لا إشكال فيه إن بينه الله، لكن نحن ما بينه الله يعني لا نعلم. يجوز أن يأتيك شخص ويقول لك كيف هو الله. نعم نقول له الكيفية مجهولة. يعني له كيفية ولكنها مجهولة. نعم. بالعافية. ومن نفى الكيفية فقد نفى الله عز وجل. جميل. يعني إذا أحسن، يعني الله سبحانه وتعالى له كيفية لكننا نجهل هذه الكيفية، صح؟ نعم. هذا واحد. إذا قلنا لك متى كان الله، السؤال الثاني هذا، هل السؤال صحيح هذا لو غلط؟ لا، هذا السؤال صحيح وقد أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال كان ولم يكن شيئا معه. كان ولم يكن شيء. طيب متى كان؟ البعد الزمني في الموضوع. طيب هو كان ولم يكن شيئا معه، أنت عندك البعد الزمني هو لم يكن معه زمن، يعني لم بين يكن معه المجرات. زمن. لم طيب يكن معه زمن. انتظر حتى نبين، لأن هذا مقاطعة في الكلام حقيقة ما يكون، هذا يسمى استدراجا. أما فضل. أنك تقول البعد الزمني هو ناشئ عن حدوث في المجرات والكواكب، فيكون هذا بعد زمني، أي يعني تفاوت الزمان مخلوق قصدك؟ الزمان نعم مخلوق. والمكان؟ المكان لا يشترط أن يكون مخلوق. ليش؟ شنو الفرق بين الزمان والمكان؟ المكان هو إشارة إلى شيء. المكان هو إشارة إلى شيء، وهذا لا يستوي. حيز. لا 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 أبدا، ما يشترط أن يكون حيز. طيب أعطيني تعريف المكان. الفلاسفة، المناطق العربية، منو عرف لي المكان؟ المكان هو الإشارة إلى الشيء. الآن أنت تقصد بالمكان المخلوق الذي تقول عنه. أيوة. أنت يا حاج أسد تفضل، يعني بما أنك تكلمت لو تعطينا المايك نكمل الكلام بعدها. أنت تفضل. أولا قلنا أنت تريد أن تجعل المكان هو المكان المخلوق،
وهذا شتان والعياذ بالله أن نقول بأنه المكان المخلوق، معاذ الله. نحن نقصد بالمكان أي جهة، وهذا ما يطلقون عليه العرب، فلان بالمكان بفلان مكان. هل يعني أنه احنا نتكلم الآن أنا وأنت نتكلم لغة عربية لو روسية. طيب انتظر يا حاج، أكمل كلامي فضلا. لا، طيب. احنا إذا كان لازم يصير عندنا معيار نرجع له في تحديد المكان، نلجأ إلى أين حتى نحدد معنى طيب المكان؟ نجعل معيار، هل الماهية مخلوقة أم ليست بمخلوقة؟ ما له علاقة بالماهية، أنا أسألك عن المكان. لا الماهية لغة مخلوقة أم ليست بمخلوقة؟ الماهية بالمعنى الأعام أو بالمعنى الأخص. الله ليس له ماهية بالمعنى الأخص. نحن نتكلم في اللغة العربية يا حاج، أين قفز؟ لماذا الآن أصبح معنى عام ومعنى خاص؟ الماهية تساوق الوجود، الماهية مخلوقة، ولذلك الله ليس له ماهية. الله أكبر، نفيت الماهية عن الله؟ نعم، الماهية بالمعنى الخاص نعم منفية عن الله عز وجل. الماهية باللغة العربية هل هي مخلوقة أم ليست مخلوقة؟ الماهية لها معنى خاص ومعنى عام. أنا سألتك عن المكان، قلت لك اسمع يا صاحبي، قلت لك ما هو المعيار في تحديد ضابطة المكان؟ هل نلجأ لكتب اللغة أم نلجأ لأي فهم حتى نحدد معنى المكان ثم ننطلق؟ الآن نرجع إلى المعيار الماهية نفسه. المكان هو الإشارة. هل لا أرشدتني إلى مرجع يقول المكان هو الإشارة حتى يكون الكلام سليما؟ أليس كذلك؟ فتفضل أعطني مرجعا. لا إشكال، نقول بأنها كالماهية. إذا كانت الماهية مخلوقة وأنت تقول بأن الماهية مخلوقة فقد زعمت أن الله عز وجل مخلوق. أما إذا كنت تقول غير مخلوق، هناك شيئان، هذا إذا قلت لا تقولني ما لم أقل. إذا قلنا أن الماهية أن لله ماهية، نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى ليس له ماهية بالمعنى الخاص. ما أدري ليش ما جاي تفهم كلامي. أنا أقول ماهية بالمعنى الخاص، ليس له ماهية. من قال أن هناك معنى خاص ومعنى عام في الماهية؟ الله. أنا أقول لك أنت ما تفهم، أنت ما عندك هذا التقسيم، أنا عندي هذا طيب التقسيم. الله كذلك عرض. اسمح لي، الله عرض أم جوهر؟ هذا السؤال اتركه على جنب، لأنك حقيقة ما تستطيع. ما دخلنا في هذا السؤال، أنا أسألك أنا سألت هذا هل السؤال. الله عز وجل داخل الأشياء أم خارجها؟ عرض أم جوهر؟ هل الله عز وجل داخل الأشياء أم خارجها؟ نفس السؤال أطرحه بغير صيغة. لا، ردينا الهاية. أقول الله سبحانه وتعالى ليس داخلا فيها وليس خارجا منها. ليس داخلا فيها وليس خارجا. إذا هو ليس موجود. من قال أن هذا الذي لا يكون داخلا أو خارجا ليس موجود؟ من قال هذه الضابطة؟ من قال أنه من قال يوجد شيء هو هناك ليس داخل وليس خارج؟ هذا شوف، هذا الكلام بهالمعنى راح يكون كلام غير مجدي. خليني نتفق أنا وياك على ضابطة لا هو أنك تلزم أنك يا شيخ يا حاج خلي أنا وأنت صاحبي العزيز صاحبي العزيز، خلي نتفق أنا وياك على ضابطة لتعريف المكان. شنو رأيك؟ بهدوء. أنت تفضل أعطيني تعريف للمكان. عند يا صاحبي العزيز، عند علماء، تريد ترجع لعلماء اللغة، تريد ترجع لعلماء أي علماء، ارجع بس اعطيني ضابطة المكان. يعني ماذا قال العلماء في تحديد معنى المكان حتى ننطلق من هذه. طيب ممكن نرجع إلى ضبطها بمسألة الماهية كذلك. الآن خلينا في المكان وناكل صبور وبعدين نشوف الماهية. خلينا نشوف المكان شلون. يا شيخ أنت تريد أن تفصل الماهية عن الله عز وجل، وهذا محال. أنا مو موضوع الآن الماهية. هذا إحنا الشيعة إحنا نقول الله سبحانه وتعالى. اسمع، إحنا الشيعة هذه وجهة نظرنا وهذه عقيدتنا. الله سبحانه وتعالى لا ماهية له، ولكن له ماهية بالمعنى العام. هذا شيء آخر، مبحث آخر. لكن الماهية اللي أنت تطلقها على الأشياء الموجودة هذه لا تطلق على الله سبحانه وتعالى. هذه من الأمور المقررة عندنا والثابتة. أنا أريد أتكلم عن المكان الآن. اترك الماهية. أنا أتكلم عن المكان. ما هي الماهية يا شيخ؟ صاحبي أنا أتكلم عن المكان، اترك الماهية. يا شيخ ما هي الماهية؟ نريد أن نتعلم منكم. أنا ما ليش تتعلم من عندي؟ أنا أكلمك عن المكان، اترك موضوع الماهية. طيب أنت الآن قلت أنه يوجد معنى خاص ويوجد معنى عام، نريد أن نفهم ما هي نعم، هذه يوجد معنى خاص ويوجد معنى عام. هذا كلام يحتاج إلى تفصيل، كلام يحتاج إلى تفصيل. لا أراك. لا أنا أريد أن أعلم فقط ما هي الماهية. اتركها الماهية. الآن أنت حاكيني بالمكان. لأنك يا حاج أسد لن تستطيع أن ترد أصلا.
مع احترامي الشديد لك أنا ولقدرك طلبت الكريم. منك طلب بسيط، أنت من حقك أن تقول عني لا أستطيع الرد، وأنني سأموت بعد قليل، وأنني في حالة من نعوذ الرعب بالله، ما أعلم والفزع، من هذا غير كله من حقك. اسمع، ومن حقك أن تضحك، ومن حقك أن تسخر، هذا كله ما له علاقة بي. الآن أنا لا طلبت أعوذ منك فقط شيء بسيط، أعوذ اسمع، بالله، هذا من باب الأدب أن طلبت لا منك أسخر هذا، منه. أنت الآن تضحك وتسخر من الناس، ما له علاقة بك. أنا أطلبت منك شيء بسيط، قلت لك يا أخي العزيز تعال أعطيني ضابطة حتى نعرف المكان. أنت تقول المكان هو الإشارة إلى الشيء، أنا أختلف معك بهذا. تعطيني ضابطة المكان، ما هو المكان؟ كيف نعرفه؟ لازم يكون كلامنا قائم على أسس علمية متفق عليها. أما إذا كان أنت تعرف المكان بسين وأنا أعرفه بصاد، فأنا من حقي أنفي وأنت تثبت. خلينا ضابطة للمكان. أعطيني تعريف اللغويين، تعريف المناطق، تعريف الفلاسفة، تعريف طيب المتكلمين، تعريف المتدينين، أعطيني أي واحد. سؤال لك، أنت الآن تعريف المكان تقول هو الذي يحويه الشيء، صح؟ أنا أريد منك تعطيني التعريف حتى لا، هو نتفاهم على التعريف التعريف. تقول بأن الذي يحويه الشيء هو يحوي حيزا من الفراغ، صح؟ أنا أعرف المكان حيز من الفراغ، حيز من الفراغ، هذا الحيز يسمى مكان، هذا اللي أعرفه أنا. صحح لي فهمي. أنت الآن على الأرض، أنت الآن على الأرض، هل الأرض حوتك أم أنت فوق الأرض؟ شلون حبيبي؟ أنت الآن على الأرض، هل الأرض حوتك أم أنت فوق الأرض؟ لا، أنا في الواقع الآن فوق الأرض. طيب كيف تقول بأنها تحوي وهو الحواية هي معناها الإحاطة؟ أعطني مجال، بارك الله فيك حبيبي. أقول أنا فوق الأرض، لا أنا أجلس في مكان، أخذ حيز، هذا لو شوف قلت مكان، أخذ حيز تقريبا على رشاقة جسمي يوصل إلى أبعاد تقريبا 70 سنتي ب 70 سنتي، هذا أسميه مكاني. وهذا عندي أمامي بطل من الماء مكتوب عليه ماء الرحمة، ماخذ حيز من الفراغ، أقول هذا مكانه. وانا نازع ساعتي ومخليها، وهذا الكلينكس امامي، وهذا ما ادري شنو امامي، هذا اسميه مكان. انا انت عندك تعريف ثاني للمكان حتى انا افهم المكان اللي تتكلم عليه. اصل الحوار انك تقول اين الله، انت تقول نحن نقول هذا السؤال كما ان السؤال عن ماهية الله عز وجل التي تقولها انت، وكما ان السؤال عن كيفية الله عز وجل او متى كان الله، هذه مجموعة من الاسئلة لا ينبغي ولا يصح ان تطرح بخصوص الله عز وجل. ايضا الاين لا تنسب لله، وهذه مسألة واضحة عندنا. اميرنا يقول هو الذي أين الأين وكيف الكيف فلا يقال له أين. هذه العقيدة اللي أخذناها من علي بن أبي طالب. أنت ذهنيتك الظاهر أحسن من ذهنية علي بن أبي طالب، وأحسن من ذهنية هؤلاء العظماء. فتعال قل لي أخي الكريم. أعوذ بالله. لا، هو هذا الواقع، هو هذا لأنه أنت شوف، أنت اسمع لي حبيبي، أنت لو لم تكن كذلك لكنت اطلعت على كلام علي بن أبي طالب على الأقل، أو على كلام هذا. أنت تتكلم بما في ذهنك وما أخذته من ابن تيمية وزيد وعبيد، لا عندك نص من رسول الله ولا عندك كلام صريح من الله عز وجل. عندنا نص صريح واضح من الله عز وجل ومن السنة يا شيخ. لا، هذا مال في السماء، هذا في السماء، هذا في السماء، هذا في السماء. أولا العقيدة ما تثبت بنصوص الآحاد، مو هذا كلامي الآن. خلينا طيب. لا نستطرد بهذا الموضوع. أنت بس قل لي، انطيني تعريف الكلام، انا راح اسكت وانتظر منك تعرف لي مكان. ما هو تعريف المكان؟ تفضل. طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ أو الحاج أسد يقول عن تعريف المكان وهو الذي يشغل حيزا من الفراغ، المكان الذي يشغل حيزا من الفراغ. فقلنا أنت الآن على الأرض، هل شغلتك ليش تتمسك كلام هذا الحاج أسد؟ هذا الحاج أسد شيعي كافر من أهل النار. أنا جاي أطلب منك، أطلب منك أنت أخي العزيز، أطلب منك أنت تجود علينا وتتفضل علينا بتعريف المكان عندك. اترك الحاج أسد، عليه من الله ما يستحق. أنت تفضل. اللهم آمين. تعريف المكان عندي هو الدال على الجهة، كما أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم بقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وكذلك قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وكما عندكم جاء في الروايات الصحيحة الواضحة
أن العرش هو فوق السماء السابعة. وإذا تريد أأتي لك بإذن الله عز وجل بالروايات الصريحة التي تدل على هذا، أن العرش فوق السماء السابعة. يا حبيبي، يا يا قلبي، شيخ يا انتظر فانوس فضلا ليلي، حتى أكمل. يا فانوس يا شيخ ليلي، يا عزيزي، يا شيخ اخونا أنا ما العزيز، أقاطعك. يا اصبر، شيخ انت أنا ما انتظر، انت أقاطعك. انتظر، اصبر شوي، بارك الله فيك، اصبر. لا إله إلا الله. فضلا، ما انت اذا تريد اجيب لك روايات، انا طلبت منك شيء بسيط، انا طالب منك تعريف، انت تريد تروح تجيب الروايات، انا جاي اطلب منك شيء بسيط، انت الان جاي تعطيني تعريف من ذهنك، من عندياتك، انا جاي اقول لك ارجع لعلماء اللغه، علماء الفلسفه، علماء المنطق، اريد مصدر، قل لي هذا المصدر يقول المكان هو المكان هو الذي تشير اليه، اعطيني بس اريد يعني فقط اشبع غروري، انا اريد منك مصدر، بارك الله، لا تتكلم من عندك واتكلم من عندك، أعطني اعطيني مصدر، عالما قول هذا باللغة، المصدر عالما يقول لا هكذا، حتى ما احنا في إشكال. نعتمد انتظر على يا شيخ، انتظر يا شيخ. مصدر. فضلا يا شيخ، فضلا يا شيخ. أريد عالما باللغة، عالما واحد فقط يقول أن الماهية ليست مخلوقة. هذا هو، شكرا جزيلا. يا صاحبي العزيز، انا طلبت منك طلب وقلت لك موضوع الماهيه موضوع فيه كلام كثير، واعطيتك وجهه نظرنا، ما تريد تقبل بها هذا شانك، ما يعنيني احنا كلامنا، سؤالك اللي تفضلت فيه انت دخلت اين الله، فاحنا نريد نحدد معاك النزاع في هذا الموضوع، لا تدخل المواضيع اخي العزيز. لا لا يا لا، ابا الليث، يا ابا الليث، الآن يا ابا الليث، يا شيخ احنا يا ابا الليث، انا ضيف عند جماعه، ترى انا مو في البيت، انا جالس ضيف، ولعله جاي يعني اخذ وقت من الضيافه عندكم انا واتكلم كلنا معك. ضيوف. انت تفضلت دخلت على، اسمح لنا، انت دخلت وتحدثت عن اين الله ومكان الله ونسبت المكان لله، احنا رفضنا هذا الشيء. الان احنا حتى نتفق انا وانت على ضابطه، انا جاي اطلب منك طلب بسيط، انه تجي تعطيني تقول لي المكان هو هذا تعريف العلماء، هذا تعريف عفوا علماء اللغه، هذا تعريف، حتى نعرف عن شنو نتحدث. هل المكان الذي تنسبه لله عز وجل غير المكان الذي ننسبه نحن للاشياء؟ يعني ذاك المكان غير وهذا المكان غير؟ هل تعريفنا احنا لمكان الاشياء اللي تحيط بنا يختلف عن تعريف المكان الذي ينسب لله عز وجل؟ هل هذه الفوقيه على العرش، هذه الفوقيه مثل الفوقيه اللي عندنا ام فوقيه تليق بجلاله؟ حياك الله عمي. انا اريد اعرف هذه الامور حتى ننطلق في الكلام ونعرف يؤسس الكلام على اساس سليم. وانا تارك لك الان، انا اسكر المايك، فقط انت اعطيني هذه الالفاظ، هل نسبتها لنا كنسبتها لله عز وجل؟ لو اكو كلام او عفوا مكان في اللغه له معنى اذا نسب لله، وله معنى اذا نسب لفلان من الناس او لهذا الشيء، بس هذا اللي اريده، ما اريد شيء ثاني. وانا اسكر المايك واستمع، تفضل. طيب، فقط أتمنى أنك ما تقاطع يا حاج أسد، فقط أتمنى هذا، بما أنك ما يوجد أحد من العلماء قال أن الماهية مخلوقة غير مخلوقة، وألزمت أنت نفسك العكس، أن الماهية غير مخلوقة. كذلك نحن نقول بأن الجهة أو المكان هو ليس المخلوق، إنما هو بائن على خلقه وخارج عن خلقه وليس داخل خلقه. هذا قولنا. فتعريفنا للمكان أي الجهة التي ينطلق عليها هذا الشيء. فاليوم أنا على سبيل المثال لو قلت أن الحاج أسد في كربلاء، هل هذه كربلاء محيطة بك؟ فأنت في المكان، والمكان هو الذي يشغل حيزا من الفراغ، وأنت الآن قد شغلك هذا الحيز، فهل هذه كربلاء هل هي محيطة فيك؟ هذا مما لا يعقله أحد ولا يقبله نص شرعي أصلا. وأنت أيضا كذلك رددت على النصوص الشرعية، تقول أن هذا لم تورد نصوص شرعية. عندنا نصوص شرعية يا حاج أسد دلت على أن الجهة المكان يقصد بها الجهة، وهذا قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، من في السماء، والمن في السماء سماء كما قول ومكان، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من في السماء، أليس الله عز وجل هو الذي في السماء؟ كذلك قل: ينزل عليكم من السماء ماء، وكذلك نزل الكتاب، وكله تنزيل، والأمر عائد من الله عز وجل. كل هذا دل على أن الله عز وجل في مكان غير مخلوق.
بائن على عرشك، وكذلك الروايات قد صحت بها الأخبار عندكم متواردة. أما أنك تريد غير هذا فأنا والله أتراجع وأفضل أقدم أخونا أبو عمر، هو أعلم مني وأفهم مني في هذه المسائل لغة واطلاعا وعلما، فإذا كان يريد أن يتفضل يفصل في هذه المسألة يتفضل. هذا شيء طيب أنه أنت تقدم أخاك أبا عمر، شيء طيب، لأنه أنا جاي أسألك بالشرق وأنت تجاوبني بالغرب، عندي روايات وعندي كذا. أنا ما أريد هذا الاستطراد، ولا أريد ما عندك، ولا أريد ذهنيتك، ولا أريد فهمك للنصوص. أنا أريد ضابطة. أعطيني كلام أرسطو طاليس مثلا، أعطيني كلام الفارابي، أعطيني كلام حسن خاشوقة، أعطيني كلام جاسم شو اسمه، أعطيني كلام قل لي هؤلاء علماء اللغة، هؤلاء علماء المنطق، هذا فلان يقولون المكان هو هذا، العلماء يقولون المكان له أبعاد، عرض وارتفاع وبدري شنو. أنا أريد أعرف شنو هذا المكان، نسبة المكان إلى الله. لما نقول أين الله، جوابها هل يعني مكان أم الأين جوابها يعني زمان؟ ما جواب أين، جواب أين أنه تريد مكان. هذا المكان حينما تنسبه لله عز وجل تنسبه بأي معنى؟ بنفس المعنى لما أقول أين سيارتي. أنا بس أبدأ أفهم هذه القضية ويفهموها الناس الموجودين، لأن أنت جاي تتكلم ظاهرا ما جاي تستوعب الموضوع. أقول لك أنا متى قلت أن الماهية غير مخلوقة؟ ألم أقل لك أن الله سبحانه وتعالى ليس له ماهية والماهية مخلوقة؟ الآن قبل قليل تقول أن قلت الماهية مخلوقة، وقلت لك هنالك معنى خاص للماهية وهنالك معنى عام للماهية، فلا يصح أن تطلق الماهية على الله عز وجل بالمعنى الخاص، وإنما تطلق بالمعنى العام في قبال أشياء أخرى ما لي علاقة بهذا الموضوع. أنت شلبت بالماهية شنو؟ حاكيني عن المكان. أبو عمر إذا عنده جواب خليه يتفضل، جاوبوني المكان ماذا تقصدون منه؟ ماذا تقصدون؟ هل هو المكان الذي فيه عمق وارتفاع وطول وعرض؟ هل له أبعاد؟ هل له حيثية؟ ما هو المكان؟ طيب يا أسد، هل هو مخلوق؟ هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ طيب يا أسد، طيب. طبعا تكلمت أخونا أبو الليث الله يحفظه، تكلمت في مسألة. لا أنت يعني عرفت المكان على أنه هو حيز من الفراغ. يبدأ يجي الثبور. اسمعني يا أبو أسد. منو؟ أبو حج ياسر، تسمعني؟ أنا لا ما أسمع. شنو قلت أنت؟ هسه تسمعني هسه حاليا؟ أسمعك. طيب أنا قلت أنت كلمت أخونا أبو الليث جزاه الله خير الله يحفظه، وما صار بيناتكم يعني تداخل بالاسم. يعني اخونا ابو عمر، عفوا اخونا ابو عمر، اولا انا اعتذر ما انتبهت الاسم، حياك الله ومرحبا بك، تفضل. يا حياك. طبعا تكلمت في مسألة المكان، وقال لك اخونا ابو الليث اين الله، فانت قلت الله سبحانه وتعالى ليس له مكان، ولا يصح السؤال باين عن الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك اتيت بتعريف المكان، قلت هو حيز من الفراغ له كتله، واتيت بها على حد جهلي يا ابا عمر، على حد جهلي اتكلم انا. طيب أنا اعرفه، انا اتكلم طيب. على حد جهلي، لكن ابو طيب. عمر شويه انتبه لي الله يرضى عليك، بس حتى نفهم شنو نريد. احنا الان انت تنسب المكان لله عز وجل، وانا انفي المكان عن الله عز وجل، وكلانا يريد وجه الله ويريد ان يوحد الله سبحانه وتعالى توحيدا صحيحا. فليش احنا نتعامل بلغه الاقصاء؟ خلينا نتقارب. اول شيء خلينا نأصل للموضوع، هكذا يقول العلم، نأصل للموضوع ماذا نقصد من المكان. لانه قد انت تجيب لي انت ابو عمر، قد تجيب لي رؤيه للمكان، ربما اشوفها ما تتعارض مع توحيد الله عز وجل، وقد انا اعطيك رؤيه للمكان انت تشوفها تتعارض. لذلك نحن نحتاج قبل كل شيء ان نعرف ما هو المكان. فانت اذا عندك شيء، عندك ضابطه، انا اكون ممنون منك والناس ايضا تدري. تفضل يا عزيز. طيب يا عزيز، طبعا لما نسال اخونا ابو الليث اين الله سبحانه وتعالى، صار تفاوت عندنا بالمعلومات، اللي هو انت عرفت المكان على انه هو الحيز من الفراغ له كتله ووزن. طبعا هذا التعريف هذا الاصل. المكان هو الفراغ، والفراغ في الفيزياء هو حيز من الفضاء فارغ من الماده، بحيث ان ضغطه اقل بكثير من الضغط الجوي، يمكن ان تنتقل الموجات المغناطيسيه في الفراغ فيه. هذا تعريف فيزيائي، ليس تعريف لغوي. احنا ما يحدنا التعريف الفيزيائي لما نتكلم في مجال الدين. هذا التعريف عرفته صحيفه كينوتوميتر فوكوم جايجو.
هذا تعريف المكان بالنسبه للفيزياء. اما بالنسبه للغه فاحنا نرجع لمجال اللغه لان نتكلم بالقران، القران لا دخل بالفيزياء، القران اللي دخل باللغه. فاحنا لما نجي نتكلم في مجال القران نتكلم اول شيء باللغه، نعرف ايش معنى المكان باللغه، ثم بعد ذلك نتدرج الى الايات. الاصل انه احنا عندنا عقل ونقل. طبعا المكان في اللغه من كان يكون كائنا فهو ممكن ويكون مكان ايضا، وايضا ياتي منه الكون، وهذا الذي ذكره ابن منظور في كتابه لسان العرب، وقال من ضمن معاني المكان هو الكون، والكون هو الحدث، وقد كان كونا وكينونة، والكينونة على الأحيان وكراع، والكينونة في مصدر كان يكون أحسن. يقول قال الفراء العرب تقول في ذات الياء مما يشابه ربت وسرت طرت طيرورة وحدت حدت حيدودة لا يحصل هذا الضرب، فأما ذواتها ومثل قلت وردت فإنهما لا يقولان ذلك، وقد أتى عنهما في 4 حروف منهما الكينونة كنت، والدينونة من دمت، والهيئوها من الهواء، والسيدودة من ست. فالأصل أنه لما يجي يتكلم عن مسألة المكان، ما هو المكان؟ المكان هو من كان يكون كونا فهو كينونة، أو بمعنى دينومة. فلما يجي يسألك أين الله سبحانه وتعالى، لا يعني هو الحيز من الفراغ اللي أنت تعنيه، اللي هو هذا التعريف الفيزياء، اللي هو تعريف الفيزياء. لو إنما نتكلم بتعاليم اللغة، بتعريف الفيزياء، نعم هو حيز من الفراغ ضغطه أقل من الضغط الجوي، حيز من الفضاء، هذا ليس كل الفضاء، هذا بتعريف الفيزياء. أما بتعريف اللغة فالكون هو حدث، تمام؟ هذا المعنى، الكون هو الحدث، والمكان هو الذي يحدث فيه الأشياء، فهذا اللي نتكلم عنه. فلما يقول لك أخونا أبو الليث أين الله جل جلاله، يقصد باللغة جل جلاله هو خلق الكون، فكيف يكون في كل مكان؟ هل يحتاج إلى المكان جل جلاله؟ حاشا، فهو تنزه أن يحتاج إلى المكان كما أنتم تقولون يحتاج إلى المكان، فهو في كل مكان. بل تعالى جل جلاله تعالى علوا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، تعالى ذاتا واسماء وصفاتا عن المكان، لانه لا يحتاج الى المكان، فكان في علو ليس في سفول، وليس يحتاج الى المكان حتى نقول في مكان. ما الدليل على ذلك؟ قول الله سبحانه وتعالى وهو العلي الكبير، وقوله سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم، فهو يثق نفسه بالعلو. لماذا اقول انا يحتاج الى المكان وادخله ظل المكان؟ هذا لا يطاق، هذا لا يصح اصلا. عندما نجعل الله يحتاج الى كل ذره من المكان، هذا عين المخالفه للغه. يا ابا عمر يا عزيزي، اولا انا اشكر لطفك، لكن اسمح لي بارك الله فيك ان اسمع الاخوه اللي جاي يسمعونا، لا شك ان فيهم بل هم كلهم ان شاء الله عقلاء يفهمون اللغه العربيه، وكلهم يريدون وجه الله. اخواني الكرام، انا مستواي الفكري ضعيف جدا بسبب العمر وبسبب الارهاق، واصلا انا من اساسي ما افهم. اكو واحد عندكم فهم هذا الحكي اللي قال الاخ العزيز ابو عمر؟ حتى انا اذا ما فهمت، لا حتى لا، بدون مجاملات، هذه مسائل مرتبطه بالله عز وجل، ما نريد نجامل. انتم اكو واحد فهم الكلام اللي قاله العزيز ابو عمر؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا تمهلني سواء ان شاء الله، بس نبسط اذا واحد من عندكم فهم كلام الاستاذ ابو عمر وهو ضيفنا واخونا ونحن نرحب به، فليتفضل وليأخذ المايك وليقول يا حاج أسد لعلك لم تفهم هذا كلام الأستاذ عمر. اتركوا إخواني النظرة الضيقة، خلي يصير طلبة علم، يعني نريد أن نعرف المعلومة. أنا لا يضرني إذا تعلمت شيء من أبو عمر، كلش بالعكس يسعدني هذا. فخلي نرتقي شوية عن المسميات مالتنا. انسوا أنه سنة وشيعة ووهابية ومدى، كلها انسوها. أنا أريد واحد فعلا عنده حرص على المعلومة ويقول لي أنت الخلل عندك، وهذا يسعدني ما يحزنني. يقول لي أنت ما فهمت الكلام اللي قاله أبو عمر، قال كلاما دقيقا وأنت ما فهمته وبيانه كذا. إذا أكو واحد يقدر يتفضل أكون شاكر له. أسد تفضل. حياكم الله. أكو مسألة صوت هذا يعني صوتك يقطع، بس أنا راح أسد صوت عندي لعله الخلل من عندي. تفضل. أكو أبو عمر والأخ
ابو الليث. اخونا حسين الصوت مالك يتقطع كلش متقطع، يعني السبب اذا مو بالمايك مال الحاج. طيب ما في مشكله. انا اشكر ابو عمر لانه ابو عمر الاخ العزيز ابو الليث رعاه الله قال اعطني برجل واحد او عالم واحد يقول ان المكان هو الحيز من الفراغ، وقد اجابه العزيز ابو عمر قال هذا هو التعريف الفيزيائي. اذا انا يعني اللي قلته ما كان مخالف للقواعد العلميه، لكن هذا ما يعني مع احترامي لك الشديد انا ما قلت هذا، قلت اعطني شخصا واحد قد قال ان اذا لم تقل هذا فانا اسحب هذا الكلام. اذا لم تقل هذا فانا اسحب مع احترامي الشديد. نعم عموما اذا يوجد ابو الليث لم يقل هذا، اذا ما الامر بسيط لك، الامر ما عندي اشكال. رعاك الله التسجيل موجود وبوسع المستمع الكريم. الان انصح المستمع اللي راح يسمع التسجيل ان يرجع بالتسجيل، فاذا كان ابو الليث لم يقل انا اعتذر، نسبت له كلاما انا الان استطيع ان اباهل على هذه المساله، وان يكون يا سيدي اخانا ابو الليث نقطه نظام الاستاذ العزيز ابو عمر احسنتم حاج احسنتم الحنبلي، فانت غير مسموح لابو الليث التداخل. اخي العزيز ابو عمر، المكان الفيزيائي ما تفضلت به، طبعا نحن لا نقول الله في كل مكان، هذه ملاحظه يجب ان تعرفها. يعني انت الان نسبت لنا شيئا، لا يوجد احد يقول ان الله سبحانه وتعالى في كل مكان، لان من قال انه في كل مكان فقد ضمنه في الاشياء، وهذه ظرفيه. لكن انا اعرف المكان، عندي الان امامي المرجع الالكتروني للمعلوماتيه يقول المكان المعين عباره عن مكان له اسم سمي به بسبب امر داخل في مسماه. يعني لما الشيء يشغل حيزا معينا او معينا يسمون هذا مكان هذا الشيء. ولذلك الان هذا باكيت الكلينكس الى مكان هو على هذه الطاوله وليس على تلك الطاوله، لاحظ. فانا كل اللي ارجوه من عندك رجاء اخوي من صميم الاعماق الملتهبه، انا اريد منك فقط نسبه المكان الى الله. ماذا نقصد بها؟ هل نقصد بها ما تفضلت به من المعنى الفيزيائي، ام نقصد بها ان الله سبحانه وتعالى موجود بغض النظر عن اين موجود؟ كما انا فهمت من كلامك الشكل، يعني لما تقول اين الله يعني الله موجود، وانا لا ارى انه جواب اين الله يعني الله موجود. ثم انت تقول ان الله على العرش، وبعض العلماء قالوا جالس عليه، لان الاستواء في بعض معانيه هو الجلوس، وقد صرح بعض العلماء ان الكرسي موضع القدمين، وصرح بعض العلماء عندكم ان الله يجلس محمدا على العرش الى جانبه بما يفضل من 4 أصابع من العرش. فاحنا نريد لغه نفهمها، احنا ناس فقهاء. انا ترى انسان من هذول الجماعه اللي اهل الابقار والاغنام والنخل وهذا، انا مو فيلسوف ولا أنا لا يغرك شكلي، انا انسان بسيط، فانت حاشيني بلغتي. يعني ما معقول الدين نزل حتى يكلم الفلاسفه فقط او يكلم هذا، الدين نزل للناس البسطاء، ولذلك هذا يقول البعرة تدل على البعير، وعلى قد حالنا. والا لو كان الدين مثل ما جيت تفضلون وتطرحونه كان الناس كلها ضاعت. فانت بس اريدك بعباره سهله بسيطه تقول لي ما معنى نسبه المكان الى الله؟ هذا المكان شنو؟ مخلوق؟ هذا المكان مخلوق؟ هل هو نفس الله ام هو غير الله؟ هل هو مخلوق ام غير مخلوق؟ هل هو شيء؟ لان الشيئيه تساوي الوجود، هذا المكان لازم يكون موجود، فإذا كان موجودا فهو شيء، وإذا كان شيئا هل هذا الشيء قديم أم حادث؟ فهذه الأمور أنا أحتاج أن أعرفها من عندك، وأنا أسكر المايك وكل آذان صاغية، بس أرجوك كلمني باللغة اللي يفهمها راعي الأغنام، لأن أنا راعي أغنام. تفضل حبيبي. شكرا. طيب الحاجة سأتكلم كلام كثير ما يعني مختصرة، على أنه لنبتعد قليلا عن مسألة جيب روايات وطرح روايات وهذا، فنتكلم عن مسألة راعي الأغنام ونتكلم ببساطة وبسهولة نفهم إيش معنى المكان
حتى نعرف من نقول أين الله، إيش معنى هذه الكلمة وكيف يكون الجواب. هذا الكلام سليم. لكن الله سبحانه وتعالى يجاب إذا سئل عن الله فلا يجيب إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا سئل المخلوق عن الله يجيب بما أجاب الله سبحانه وتعالى. مختصر الكلام، نحن نقول بأن الجواب ليس منك، الجواب يكون من القرآن لأنه كلام الله. على هذا نعتمد، على هذا يكون الاعتماد. فلا يجيب المرء يقول والله أنا أقول كذا وأنا أقول كذا، لا، نجيب بكتاب الله سبحانه وتعالى. ثم أنا أقدم مقدمة ثم أدخل بسؤالك يا حادثة. أبو عمر الله ما قال هذا مكاني. طيب الآن شو تقول؟ أنت تقول بما أن الله قال الرحمن على العرش استوى فهذا مكان الله، الله ما قال هذا مكاني. جميل. تريد تلتزم بقول الله، قل ابو عمر خلينا نخدمك بهاي القضيه الجزئيه البسيطه. انت لو التزمتم، تصدقني، انتم لو التزمتم بقول الله وقلتم لا نعلم كما كان السلف يمرونها من دون كلام، انتم تجاوزتم الخط. انتم جئتم قلتم ونسبتم لله ما لم يقله. اين قال الله ان له يد حقيقيه؟ اين قال الله ان هذا هو مكان الله؟ اين جوابها؟ مكان. السؤال عن المكان. جزاك فضلك. اتمنى يا حضرتك ما تقاطعني حتى تكمل كلامي كامل حتى تكمل الفكره. طبعا من الجميل مواصلات، اول مواصلات كان يتكلم ابو يعقوب مع ابو احمد في مسائل اللغه، وكانوا يتكلمون على فتح منصات لتعليم اللغه، لان اللغه قد درست في اكثر المواضع من اهل العرب، حتى ان المغاربه دمجوا 4 لغات في لغه واحده، فلذلك نتكلم باللغه، لان الله انزل القران بلغه عربيه، واخبر جل جلاله ولو انزلنا قال جميعا لقالوا لولا فصلت اياته واعجمي وعربي، فالله سبحانه وتعالى انزله عربيا لكي يثبت به قلوبنا. فمختصر الكلام، عندما نتكلم بالقران نتكلم باللغه العربيه لا بخرافات الفيزياء، لان الفيزياء لا تحكم القران، وانما يفسر القران هي اللغه العربيه. فإذا سألتني ما معنى المكان في اللغة العربية، المكان هو الحدث كما أخبر ابن منظور في كتابه لسان العرب. طيب إيش معنى هذا الكلام لراعي الأغنام؟ يا حبيبي يا راعي الأغنام، لما تسأل أين الله تقول أين للمكان؟ أقول لك انتبه، لماذا أين للمكان؟ الله قال الرحمن على العرش استوى، إذا سألتك أين الله قل الرحمن على العرش استوى وتوقف، خلاص. لأن على الجواب بعلى هو مشتق من السؤال بأين، فلماذا يجيب الرحمن بالرحمن على العرش استوى إذا كان لا يوجد السؤال؟ لماذا يقول الرحمن على العرش استوى؟ لماذا يقول جل جلاله هذا؟ لماذا يقول على العرش؟ أستاذ أبو عمر فضلا، الآن في اللغة العربية أين ماذا يقول عنها العلماء؟ سؤال عن أي في اللغة العربية؟ انت سؤال عن المكان. نرجع للغه العربيه، انا اقبل معك. طيب سؤال عن المكان. الله امواتك، سؤال عن المكان. طيب اذا مو غلطان، اين سؤال عن المكان؟ لكنك تعرف المكان في الفيزياء يا حاج اسد. سؤال عن الماهيه. انت تفسر المكان بالفيزياء، انا لا اتفق معك بتفسير الفيزياء. اترك الفيزياء يا صاحبي. جميل. اين سؤال عن اي شيء؟ أين بما تجاب؟ بفي أو على، صحيح؟ يا سيدي العزيز، لما أقول أين في اللغة العربية لما نقول أين نسأل عن أي شيء، عن مكان أم زمان؟ عن مكان. الآن أنت لما تجي تتفضل عندي تشرفني هنا وتتفطر معاي وبعد الفطور تشرب الشاي والنوبة تقول لي أين هو الله؟ عن أي شيء أنت تسأل؟ عن زمان الله أو عن مكان الله؟ عن مكان الله سبحانه وتعالى. إذا متفقين أنا وأنت. الآن أنت تقول أين الله تنسب له. اسمح لي سؤالك يعني أنك تريد أن تعرف أين مكان الله. طيب هذا كلامي. نحن نقول طيب هذا اللغة لا بمعنى العام. اسمع، انت قلت انا راعي اغنام يا حاج، انا عاملك راعي اغنام، اوضح لك. انا راعي اغنام، اسمعني، مو انا ليش اقول لك انت كنت تنزل الى مستواي كراعي اغنام وتجاوبني. الان انا اللي اعرفه ان شنو؟ ان اين سؤال عن المكان لا اعلم ما هو المكان، لا حيز ولا هذا ولا ذاك، اترك. لكن المكان هذا الذي نسبت له الله، الرحمن على العرش استوى، هذا المكان قديم
ام حادث؟ جميل. انت الان تعطي اجيبك، تعطي للمكان مميزات وصفات كالمكان المخلوق الذي يسكن به البشر والذي يعرف بالفيزياء. طيب انا ما اعرف غير مكان، ما اعرف غير مكان. انا عقلي واللغه والناس، انا نشأت على ان كلمه المكان هو هذا معناها. انت جاي تجيب لي معنى جديد علي. طيب هذا ما اعرف انا. طيب هذا المعنى الذي نشأت عليه يجب عليك ان ترجع الى مصادر اللغه لتغير المعنى الذي في عقلك لكي تفهمها. لان القرآن ينزل الجهال، لذلك قال لتبين اليهم جل جلاله. نعم يا حسن. مصادر اللغه، شوف انا خدمك. المناطق، الفلاسفه، اللغويون مختلفون في تفسير المكان، وهذا يمكن انت مطلع عليه. لما تروح لابن سينا يعطيك تعريف، ولما تروح لارسطو يعطيك تعريف، ولما تروح للفراء يعطيك تعريف. الان انت انتخبت تعريف واحد، خلي نتفق على صيغه واحده، وهذا اللي طلبته من عندكم. اتفقوا لي على صيغه واحده نتفق عليها، هذا هو معنى المكان. انا اسهل عليك الموضوع، اقول لك اعطيني رايا مجمعا عليه عندكم انتم من مصادر اللغه، من الفلسفه، من المنطق، من كل شيء. ما هو المكان الذي ينسب لله؟ لانه السؤال اين سؤال عن المكان، فما هي حيثيه هذا المكان؟ هل هو كالمكان الذي نحن نعيش فيه وننسب الامور؟ انا عندي لغه، لازم التزم بحدود اللغه. اين يعني سؤال عن المكان. جميل. فانت جاوب لي لا، اين مو سؤال عن المكان. طيب تفضل. جميل، جزاك الله. طبعا اولا نستثني ارسطو لانه من علماء الفيزياء، ثم بعد ذلك نجي على ابن سينا، وهو كان يقول بالحلوليه، وانت لا تقول بهذا القول. الحلوليه هي ان الله في كل الاجسام وفي كل الامكنه، لذلك يستثنون الاثنين. وابن سينا كان مجاله الطب، ليس العربيه. اما الفراء كان من علماء العربيه. لو قلت الفراء وسيبويه ممكن. الاصل انه ابن منظور لما طرح هذه الاقوال جمعها في شيء اجتمعوا عليه، على ان المكان هو الحدث. ولذلك نتكلم الان عن معنى الحدث. الان اذا جئتك افصل لك وانت كراعي اغنام لن تفهم التفصيل. اذا قلت لك اين الله تقول لي انتبه، اين تدل على المكان؟ اقول لك انتبه. اذا كنت راعي اغنام تريد ان تاخذ السهل بالسهل وتكتفي بالسهل، فالله اجاب عن اين بدون كلمه مكان. فالمكان المكان هو الحدث، صح؟ اكمل حدثا. فالان بس الجزئيه هاي كل جزئيه يكون افهمها. المكان هو الحدث. نعم. يعني الان مثلا اذا الله سبحانه وتعالى خلق السماوات، نقول هذا هو المكان؟ خلق السماوات هو المكان؟ هذا مكان المخلوق، هذا حدث احدثه جل جلاله. شوف وخلقه بنفسه جل جلاله. الحدث شنو؟ الحدث ايها المحترم، الحدث هو الخلق. الله خلق آدم، يعني هذه عملية الخلق. الحدث هذا عملية الخلق هي المكان. طيب الحدث الآن هل قول الله سبحانه وتعالى مخلوق؟ حاشا لله. هل قال الله مخلوقة؟ حاشا لله سبحانه وتعالى. عندما نتكلم عن ذات الله سبحانه وتعالى نستثني منه جل جلاله الخلق ولا نقول أنه مخلوق. فلما نتكلم عن مكان الله جل جلاله نقول هو تعالى عن الكون والمكان المخلوق جل جلاله، تعالى علوا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. إذا سألت عن ذات مكان الله فالله أعلم، غير مخلوق. تعالى الله أن يدخل في شيء خلقه، هذا جوابنا. فإذا كنت راعيا للأغنام نجيبك بقول الله تعالى أين الله؟ هو العلي الكبير، عالي جل جلاله، تعالى كما أخبر. أين الله؟ على العرش استوى. أين الله؟ آمنتم من في السماء. أين الله؟ ينزل. أبو عمر اسمع أبو عمر حجي، أنت رجل إن شاء الله من المتقين ومن المصلين والصائمين، ورجل أنا أعرفك منصف، صار لي 30 سنة أعرفك. فهمت شيء من الحكي هذا؟ رطينة أبو حسن، فهمت شيء؟ طيب ما أنت يا حاج أسد أنت أبو عمر اسمع أبو عمر أبو عمر اسمع شوية، خليك. هذا إحنا الآن حوارنا راح يصير صبور. لو قريب علي كان جبتك هنا وكأنه صبور أنا كنت تركنا هاي الوسك كلها. شلون يصير الحدث هو المكان؟ شلون بأي لغة؟ هذا شلون هذا
أنت أردت هذا، أنت أردت من كتب اللغة وأنا أجبتك بكتب اللغة. هذا بلسان العرب عند ابن منظور وهو من علماء اللغة كما تعلم. انا اقول يا ابو عمر، احنا الله سبحانه وتعالى انطانا عقول. جميل. الآن نستكمل لغة حتى كلمة. اسمع عزيزي، اسمع جميل. اسمع الجواب. يعني المسألة، شوف أنا شلون أتكلم بسهولة وبساطة. أنا شنو أقول أين سؤال عن المكان. المكان ما يتضمن الشيء. لما نقول مكان، هذا اللي نعرفه باللغة العربية، ما يتضمن الشيء. أنت تقول لي المكان الحدث. الآن أنا أسألك هل الله سبحانه وتعالى بذاته عز وجل فوق العرش على العرش أم لا؟ نعم كما أخبر. هل هذا العرش سيكون مكان الله أم لا؟ لا يشترط. لا يشترط أن يكون مكان الله؟ لا يشترط. تعرف لماذا؟ الآن أجيبك. إذا قلت العرش هو كالكرسي الذي نجلس عليه أو الجلوس الله كجلوسنا، أقول لك العرش هو مكان الله، لكن هذا لا يشترط والعياذ بالله. شوف، ما أنتوا أبو عمر، اسمع، إحنا لو نتكلم باللغة العربية، لو نتكلم بلغة أخرى، الجلوس معلوم. الآن أنا الآن قائم لست جالسا. إذا جلست الجلوس، يعني أنتم تغيرون عبارات اللغة العربية ومعاني اللغة العربية. هذا ما جميل. هذا ليس من عندنا يا حاج، هذا ليس من عندنا، هذا بالقرآن يا حاج. قال ليس كمثلي شيء، كيف أجعل جلوسه كجلوسي أو عرشه كعرشي أو مكانه كمكانه؟ أنا شنو ذنبي أبو عمر؟ أنا شنو ذنبي إذا أنت فاهم القرآن غلط؟ أنا شنو ذنبي؟ طيب فهمني يا حاج. أنا شنو ذنبي إذا أنت فاهم القرآن غلط؟ وأنا شنو ذنبي إذا فاهم المكان غلط يا حاج؟ طب بالنتيجة لو أنا غلطان لو أنت غلطان، صح؟ بالتالي أنا أجيب بالقرآن وأنت لا تجيب بالقرآن. أنا أقول وهو علم كبير على الأرض استوى كل شيء. أنا أقبلها، أنا كلش أقبلها، جميل. هذه جميل. كلش أقبلها منك. لو أنت غلط صحيح؟ يا حاج أسألك سؤال بسيط. إذا اليوم رجال بالشارع يمشي. أبو عمر بضميرك، أبو عمر اسمع، بضميرك أبو عمر، قدامك صبور وطرشي وتمن وتمر ورقي وخضره، بربك بعد يبقى لك مزاج تسولف هاي السالفه. طيب يا ابو عمر اكل بالعافيه. طيب عذرا على المقاطعه وعذرا على التطفل، لكن يبدو ان الحاج اسد مشغول، فاتركه يا ابو عمر، اترك الرجل يتهنى في اكله. خلاص ما يزيد الحاج، خليه ياخذ راحته. الحوار كان جميل يا حاج. اسمع ابو الليث، عندنا نحن الشيعة السحور مستحب، يعني انا اجلس لاكل لاتاب. ثبت عندنا شرعا استحباب اكل السحور. انا اجلس الان مع انه رغبتي بالطعام ضعيفه، لكن من باب الاستحباب حتى لا احرم هذا الفضل، فاجي اكل ولو شيئا بسيطا. فالسحور مستحب، انا افعل مستحب. واضح كلام صار لك ساعة قدامي ما أعرف شنو وبعدها تيجي تقول لي نفسيتي ضعيفة بالأكل. مع الأسف والله ما أتوقع. بس ما صعب لا ما أنا شو أسوي؟ إحنا أنت من تشيب صاحبي، من تشيب يظل عندك بس تحشم الناس، يعني ما نقدر بعد، خلاص راح العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص صلى الله يهدينا وياك. اللهم يلا يا أبو عمر تفضلوا. العافية عليكم ورحمة الله. طيب يا حاج. إذن بس اخواني اذا تريدون تكملون الحوار ابو الليث، اذا تريدون تكملون الحوار، موجود الاستاذ الحلي وموجود الدكتور عبد الله. اذا حابين تكملون اذا هو يحب يكمل موضوع كيفكم.